نيجي بقى لتاريخ محفور في عقل علي معلول وعمره ما ينساه. يوم 6 يوليو سنة 2013 جت لحظة العمر لما اتحط اسمه لأول مرة في قائمة المنتخب التونسي الأول، ومن هنا اتحولت أحلام الولد اللي كان بيتفرج على النفطي في التلفزيون لحياة بتترسم بالقميص الأحمر التونسي. علي شارك مع نسور قرطاج في أكتر من 80 ماتش دولي لحد النهاردة، وسجل خلالهم 4 تجوان وصنع 12 جون، رغم إنه ظهير وده مش رقم سهل أبدا على لعيب بيلعب في الخط الخلفي. اتأهل مع تونس لأربع نسخ من كأس أفريقيا 2015 و17 وكمان في 2019 وفي 21. أما اللحظة الأهم فكانت التأهل لكأس العالم. علي معلول كان جزء من الجيل اللي رجع تونس للمونديال بعد غياب طويل، وشارك في كأس العالم روسيا 2018 وكأس عالم قطر 2022. واللي كتير ما يعرفوش ان علي معلول كان اساسي قدام فرنسا، وقدم واحدة من احسن ماتشاته، وساهم في واحد من اعظم انتصارات تونس في التاريخ، الفوز على بطل العالم وقتها بهدف نظيف في ليلة حفر فيها اسمه بحروف من ذهب. لحظة خلدت علي مش بس كباك شمال، لكن كمحارب بيدافع على اسم بلده قدام اي خصم مهما كان اسمه.